اخبار اليوم نزلت خبر باصابه احمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر بتمزق في العضله الخلفيه. طبعا احنا عارفين ان احمد فتوح لاعب قيمه كبيره واضافه كبيره قوي للزمالك ومنتخب مصر لما بيبقى في حالته. طبعا ربنا يرجعه بالسلامه، هيبقى اضافه قويه للزمالك باذن الله. بس الاصابه حددت الاصابه بتاعته، او الجهاز الطبي بتاع نادي الزمالك حددت الاصابه بتاعته من شهر لشهر ونص. تمام، هو خضع للعلاج من 3 ايام. تمام، ربنا يشفي احمد فتوح وكل لاعيبه مصر. طبعا ما نتمناش اي حاجه وحشه لاي لاعب سواء اهلاوي او زملكاوي. هيبدأ فترة العلاج، وهيتراوح غياب أحمد فتوح من شهر لشهر ونص عشان التمزق العضلة الخلفية. هو كان باين على أحمد فتوح أصلا من منتخبات مصر إنه كان بينزل أصلا كل شوط من بدايته، ما كانش بيبقى جاهز وكان بيطلع الشوط اللي بعديه، فكان باين عليه الإصابة أصلا.